السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القصة ديال اليوم قصة تاع واحد الشاب من السودان، وقعت في 2017. هاد الشاب هذا بدا حياته كأي شاب باغي يوصل لواحد المستوى اللي هو راه نشأ في عائلة فقيرة، وكان عنده طموح وأهداف باغي يوصل. بدا قرايته باجتهاد وبالصبر وبالمثابرة، دازت سنين ووصل للهدف اللي كان دايرو في باله. حقق الحرية المالية ديالو، توظف مع الدولة، كينفق على والديه. المهم تيبان لي راسو وصل لهذوك الاهداف اللي كان دايرهم في بالو. باقي ليه هدف واحد اللي هو يقلب على شي بنت الناس يشرك معاها ما تبقى من الحياه. دازو ايام وشهور وهو كيقلب، دخل لواحد البلده المجاوره ليهم، لقى واحد السيده زوينه. المهم شاف فيها الاوصاف اللي كان هو دايرهم في بالو، تكلم معاها واستشر معاها باش يجيب والديه عندهم للدار اقرب وقت. المهم تفاهموا هو بها باش يزورها في دارهم مع والديه. جاب والديه، جابوا معاهم واحد الشيخ من عادة هاد العائله هادي في السودان. من العاده ديالهم كيجيبوا معاهم فقيه باش يديروا فاتحه. الا تفاهموا العائلات بجوج كيديروا فاتحه وتتسمى البنت راه ديال الشيخ. مشى هضر مع والديه، جابهم ودخلوا مشاو عند عائله البنت وهضروا معها وتفاهموا وداروا الفاتحه. تسمات البنت باللي راه ديال السيد، غير هو كيتسناو النهار ديال العرس فقط، ولكن هي راه حلال عليه دابا، معناتها تزوجوا. حتى حنايا كانت غير الفاتحه، كانوا الناس يتزوجوا غير بالفاتحه. المهم هاد الشاب هذا تفاهم مع هاد العائله هادي وهضر مع البنت، قال لها ودي راه انا كنجمع الفلوس من نهار بديت خدمت، ودابا راه عندي الفلوس باش نشريو الدار ونأتتوها ونديروا ليها ونشريو ليها الاثاث ديالها وكلشي داكشي اللي كيخصنا. والبنت حتى هي ملي سمعت هاد الهضره هادي قالت لي ودي الله يرحم ليك الوالد، انا راه باغي نمشي لداري، باغي نتزوج بالزربه. المهم صافي السيد مشى شرا الدار، شرا ليها الاثاث ديالها. المهم جيم داكشي فخم، كان شي حاجه الاخر. رجع عند البنت بعد واحد المده اللي هي قصيره، تقريبا واحد الشهر. قال لها بلي راه انا موجود، البيت راه شريتو وأتتو. المهم شريت ليه جميع الأتات داكشي اللي غادي يخصك، خلينا نمشيو ونرتاحو فيه ونعيشو فيه واحد المدة قبل ما يجي العرس. هي قالت لي ودي لا، راني ما نقدرش نمشي مع شي راجل اللي مازال ما ولفتوش وكذا. الا كان ممكن تجي عندنا للدار، راه با كان شاري واحد البيت وكان عايش فيه خويا، وبعد ما تزوج حتى هو ودار ولادو شرا بيت اخر مشى ليه. الا كان ممكن تجي عندنا للبيت هنايا نعيشو فيه وحدا والدينا وكلشي، وتنولفو بعضياتنا ونمشيو عاوتاني نمشيو لدارنا انا وياك. المهم هاد السيد هذا حضر راسو وبدا كيضحك، جاتو الضحكة دورها في راسو مزيان. قال لها ودي ماشي مشكل. مشاو عند والديها تشاوروا معها باش يقولوا لها ودي اشنو كاين اشنو كاين، راه شنو قالت بنتكم اشنو قالت، واش نتوما متفقين على هاد الشيء هذا. مشاو عند والديها وقالوا لهم مع بنتكم اشنو بغات، واش نتوما متفقين على هاد الشيء هذا. قالوا له ودي ما كاين حتى شي مشكل، مرحبا بكم. هاد الشيء بالعكس كيفرحنا حنايا الا جيتو عندنا هنايا وتتولفوا بعضياتكم، الا بغيت تمشيو ديك الساعات سيروا. هادشي اللي دار هاد الشاب هذا، مشى جاب دوك الاثاث وداكشي اللي شرا، الاثاث الفخم بمعنى داكشي اللي كان تيجمع تقريبا النصف تاع الحياة ديالو كامل من العمل ديالو. شرا بيه دوك الاثاث وداكشي باش يفرح ديك السيدة، زعما حيت هي غادي تكون ام الابناء ديالو، غادي تكون اولا بعد زوجة ديالو، كتستاهل. جاب داكشي كامل حطو ليها في هذيك الدار. المهم ودار واحد النهار باللي راه غادي يجيو غادي يعيشوا تما. دار معاه واحد النهار مثلا بحال بعد اسبوع ولا بعد اسبوعين راه غادي يجي. المهم هاد الشاب هذا مشى كيوجد راسو لهذاك الاسبوع اللي كان داير هو والخطيبه ديالو باش يتلاقاو في هذيك الدار يعيشوا فيها، اللي عطاوه نسابو. واحد النهار عيطوا عليه والديها، قالوا لي ودي راه السيده راه طايحه انهيار عصبي، راه ديناها للسبيطار، راه ما كتكلم ما كتحرك. استغرب كيفاش وقع لها هادشي هذا وشنو هو السبب. قال لها ودي با بسبب الخوف من الزواج وكذا، الا كان ممكن نأجلوا الزواج ونأجلوا العرس تر من بعد تتصح البنت ان شاء الله. المهم نقز الاب ديال الشاب، نقز قال له ودي فيها خير ولدي، الخير فيما اختاره الله، لما تعرف حنايا الاهم عندنا دابا هو البنت صح. وهنا غادي تبدا القصه ديالنا ديال المعقول. حضر راسو الشاب، حضر راسو وقال لا حول ولا قوه الا بالله، وفوض امره لله تعالى.
ولكن هاد الشاب قال لوالديه، الاب ديالو قال ليه عافاك بابا، علم الناس اللي علمتيهم باش يجيو للعرس، عاود علمهم، قول لهم ودي راه الغينا العرس تال من بعد ان شاء الله، ونعاود نخبركم في اشعار اخر لاسباب ما. ناض الاب ديال هاد الشاب خبر هادوك الناس اللي قراب، والناس البعاد راه ما خبرهمش. هو اشنو كان في بالو؟ كان في بالو باللي راه الا خبر هادوك الناس اللي قراب هما غادي يخبروا بعضياتهم وغادي توصل الاخبار الاخرين. المهم مرت الايام، وصل الوقت ديال العرس. حيت العرس راه تلغى، وصل داك الوقت اللي كان فيه العرس وصل، والشاب ما مشاش لغا سميتو لغا عند اللي كيدير الطريطور وسميتو، ما مشاش لغا العرس، حيت هو مع داكش الواقعة اللي وقعات صافي نسى داكشي وسميتو. ودازت الايام وجا النهار ديال العرس، جاو هادوك الناس اللي من العائله ديالو اللي كانوا بعاد على قبل العرس، جاو دخلوا لهاديك القاعه اللي كان كارهها الشاب. دخلوا ليها، لقاو الناس جالسين فرحانين واكلين شاربين. المهم ولكن ما تيبانش لهم شي واحد من العائله ديال الشاب. جلسوا، ما كانش شي واحد اللي فرح بيهم ولا اللي استقبلهم ولا كذا. الكبير ديال العائله ديالهم اللي جا من البعد هز الهاتف واتصل بهذيك العائله ديال الشاب، قال له ودي نتوما دابا راه جينا عندكم العرس وما كيفاش ما استقبلتونا ما والو، ما كاين اللي استقبلنا هنايا، ما كاين اللي رحب بينا حتى واحد ما هضر معانا. ما قال له ودي من عرس، راه هضرنا مع الناس شحال هادي قلنا لهم ودي راه العرس تلغى حيت بسبب ديك الواقعه اللي وقعت للبنت، كان جا واحد انهيار عصبي بسبب الخوف. قال له ودي لا، حنا جينا للعرس، راه العرس راه هو خدام، بالعكس حنا الناس هما اهل العروسه هما كاينين، دوك الناس اللي قلتوا لنا بن فلان وكذا، بمعنى هما تيعرفوا بعضياتهم، تيعرفوا فاميلة فلان ولا عائلة فلان ولا كذا. قال لي ودي لا، راه حنا لغينا العرس. قال لي لا، قال لي العرس هو خدام، وديك القاعه اللي درتو معانا هي اللي خدامه. المهم الاب ديال الدري استغرب، ديال الشاب استغرب، وقالها الشاب، قال له ودي راه واش هذيك القاعه اللي كنتي شاد واش ما لغيتيهاش؟ قال له ودي لا. قال له وشكون اللي دار فيها العرس راه خدامه؟ هز هذاك الشاب التليفون، اتصل بالاب ديال الخطيبه ديالو، قال له ودي واش نتوما خدامين في العرس وكذا؟ قال له ودي حنا دايرين العرس وراه البنت راه تزوجات على سنة الله ورسوله. قال لي ولي من زوجتوها وانا وفلوسي كيفاش نصبتو عليا، واش هادشي دابا كديرو نتوما؟ قال لي ودي حنا هادشي هو اللي كاين، حنا كندير عليك هكاك باش تنفق لينا على البنت وتصرف على العرس وتصرف على سميتو وتشري لنا دوك الاتات وداك الشيء ودوك المال وسميتو، وفي الاخر البنت راه عاطينها لواحد من العائله ديالنا، انت دابا اللي عجبك ديرو شغلك هذاك. صافي السيد قطع التليفون. وهاد القصه هادي وهاد الواقعه هادي راه وقعت في السودان، وراه باقي في المحكمه من 2017 لدابا، راه باقي كيتحاكموا فيها هاد الناس هادو. وكنتمناو من الله تبارك وتعالى يتحل هاد المشكل هذا وترد الحقوق لاهلها. العبره من هاد القصه هادي الناس ما تطيقش في كل شيء، معنى بنادم ما يزربش، عندك كذا فلوس وكذا وبدير العرس ما تزربش، امور كتجي كل حاجه كتجي بوقتها، شويه عليك بحالك انت بحالك انتي بحال. ما تنساوش ديروا لينا اشتراك، ضغطوا على زر الجرس، هادشي راه كيحفزنا وكيعاوننا تبان الفيديوهات ديالنا. الله يعطيكم الخير، شكرا، تحياتي.